ادينا اهو في قلب الواقع وبقول لك الكلام ده. الفرق ما بينها 15 و 20000 جنيه خدتها حطيتها في جيب. العميل ما بيعرفش حاجه عن الكلام ده، لكن الامانه بقى والوضوح والشفافيه والمصداقيه. تثبيتي تشوى اكمل يبقى اشوفه تشوى اكمل. صغر بقى من 10 يبقى اجي استلمه صغر بقى من 10. جيبسن بورد كناوف يبقى جيبسن بورد كناوف. ما احطش في المقايسه كلام والواقع يبقى كلام تاني. ده اللي حرام، ده اللي ما ينفعش. مفيش موقع بورد فيه صاج اقل من 4 من 10. ادي سي 2 3 4. 4 في حته متر ونص، تكلفتها جنيه بس احيا 1000 جنيه. الفرق بين نقاشه حلوه ونقاشه وحشه شكاره معجون مش مكمله 200 جنيه. هنا في مغناطيك يمين ماشي، وهنا في مغناطيك شمال. هنا في عود سي ماشي، يمين المغناطيك، وهنا برضو عود سي شمال المغناطيك. من اول المغناطيك ده لحد ده 150. واخدين طبعا زي ما انت شايف عود سي 2 3 4. طبعا دي تكلفه كبيره. انت عارف ما بين السي والسي في اغلب الشركات الا من رحم الله بيعملوها قد ايه؟ مسافه قد ايه؟ اقل حاجه من 80 سم لمتر بتتعمل المسافه دي. تخيل انت قاعد في حته متر ونص. ادي سي 2 3 4. 4 في حته متر ونص. طيب انا كصاحب شركه ديكوريتيف او كباشمهندس دلوقتي شغال وشغالين، انا لو مفيش امانه ولا ضمير انا كنت ممكن اقل السي ده هيقل معايا. ادي عود سي، ادي اكتر من 8 ل 10 عصافير موجودين ماسكين السي، اكتر من 30 صاموله، اكتر من عودين تيش، اكتر من 30 اكمونيه مدقوقه في السقف. فين؟ في عود واحد. طب تكلفته ده قد ايه؟ خاماته ومصنعياته داخله لها في 3 4000 جنيه في الحته دي. 3000 جنيه في الحته دي. لكن انا عملت الشغل ومشيت. العميل اللي هيعيش هو واهله واسره بيته ما ينفعش يبقى انا مش هقبل ان هو يبقى قاعد وانا عامل له شويه شغل وحشين. ما ينفعش. يعني دي تكلفتها معايا 1000 جنيه بس حيد بند الجيبسون بورد ابو كذا، يعني جنيه بيحيي 10 جنيه. طب ما ازود الصف السي والشغل يطلع حلو ومظبوط. انا يعني تكلفتها جنيه بس احيا 1000 جنيه. ده بالظبط المبدا اللي انا دايما بطبقه في اي حاجه، مش في جيبسون بورد بس، في اي شغلانه. الفرق بين نقاشه حلوه ونقاشه وحشه شكاره معجون مش مكمله 200 جنيه. الفرق بين جيبسون بورد حلو ووحش ده صاج 4 من 10. مفيش موقع بورد فيه صاج اقل من 4 من 10. مفيش موقع بورد فيه جيبسون بورد اقل من الكناوف الاصل. والالوان طبعا زي ما حضراتكم شايفين الاحمر والاخضر للحمام والمطبخ. لازم التثبيت يبقى بتشوى اكمل. ما بثبتش انا لا بركبه ولا بجنش ولا بالكلام ده. طب الفرق فيها قد ايه؟ ادينا اهو في قلب الواقع وبقول لك الكلام ده. الفرق ما بينها 15 و 20000 جنيه خدتها حطيتها في جيب. العميل ما بيعرفش حاجه عن الكلام ده، لكن الامانه بقى والوضوح والشفافيه والمصداقيه. تثبيتي تشوى اكمل يبقى اشوفه تشوى اكمل. صاج 4 من 10 يبقى اجي استلمه صاج 4 من 10. جيبسن بورد كناوف يبقى جيبسن بورد كناوف. ما احطش في المقايسه كلام والواقع يبقى كلام تاني. ده اللي حرام، ده اللي ما ينفعش. الشغل الحلو له ثمن، وده اللي بالظبط بيحصل في بند التأسيس. الصاج ده حضرتك كعميل مش هتشوفه، ده مش هتشوفه، ده خلاص ده هيتدار. يعني لازم الشغل يتعمل A1. انتوا الله ينور عليكم بصراحه.